نروح بقى للشيخ الحويني اللي مش عايز يجيبها البر، لا هو ولا القرضاوي ولا مجموعة كده من أمثالهم، في الهجوم على القوات المسلحة طوال الوقت والاستهزاء بالقوات المسلحة. والراجل يعني بيقول يعني خير أجناد الأرض إزاي؟ هو يعني الحديث الشريف اللي كان قصد إنه مصر فيها خير أجناد الأرض ده ينطبق على الجند المصري اللي موجود دلوقتي، ولا ينطبق على اللي خسروا حرب 67 واللي عملوه؟ يعني كلام كده المفروض انه هذا الرجل يحاسب عليه ويحكم عليه. نروح نشوف الاخ الحويني ده بيقول ايه. لو سلمنا ان البخاري رحمه الله هو الذي روى هذا الحديث، وعن مالك عن نافع عن ابن عمر، هل هذا يعني يا عباد الله أن جند مصر الآن ينطبق عليهم هذا الحديث؟ هل يعني هذا أن جند مصر سنة 67 هم المقصودون لهذا الحديث؟ ولا المسألة عايزة تدريب؟ هي بالفكاكة كده والجدعنة والدي، ولا المسألة عايزة تدريب؟ ها؟ شوف الجهل عندما يعمي ويصم صاحبه، فبدافع العصبية للتراب وعايز ياخد بونت سياسي ولا بتاع، يقول لك جيش مصر خير أجناد الأرض، والنبي اللي قال كده. طيب، في طبعا جزء تاني من الفيديو فيه تفاصيل اكتر، فيها هجوم اكتر على الجيش، لكن سيبنا من الحويني اللي ما بيختلفش كتير على القرضاوي، كلهم مش نوعية واحدة، كلهم قطعية واحدة. القرضاوي بيقول الأزهر بحاجة للتطهير، والطيب متواطئ متآمر يستغل العمامة لتحقيق مصالحه. يعني ده اعتداء على فضيلة شيخ الأزهر لا أحد من المصريين يقبل به، لا مسلم ولا مسيحي. وهذا الكلام يضاف إلى هرتلة الشيخ القرضاوي التي لا يريد أن يكف عنها.